بصوا يا جدعان، سرقه والله. الشركات دي حراميه، وانا بقول لكم اهوت وبعرض نفسي للخطر. والله يا جدعان الشركات دي حراميه، واللي بيحصل فينا ده مش طبيعي وده مش حقنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده يا جدعان هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا الفتره ده، وهو الانترنت الغير محدود في مصر. طبعا ليه احنا بنقول كده، او ليه الناس بتطالب بالانترنت الغير محدود، وايه هو اصلا الانترنت، وهل مصر قادره ان هي توفر لنا الخدمه دي، والشركات هل هي بتسرقنا فعلا، او هي فعلا تقدر ان هي تعمل انترنت غير محدود. طبعا الحاجات دي كلها هنعرفها في فيديو النهارده. وانا يا جدعان مش مهندس في الانترنت ولا حاجه، ولكن انا بتكلم او بقول رايي، وطبعا ده رايي الشخصي. انا بصور الفيديو ده وبقول رايي بكل صراحه، ولو رايي يختلف مع رايك ده برضو يعني مش معناه ان انت تنزل تشتمني في التعليقات او تختلف معايا وتخش تهاجمني. لا، انا هقول رايي في الموضوع وانت حر، كمل زي ما انت عايز، بس اهم حاجه تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وليه الشركات بتاعه الانترنت في مصر بتعمل كده وعامله لنا الانترنت المحدود، وليه في باقات معينه او جيجات معينه لازم ان انت تاخدها او ما تاخدش اكتر من الجيجات دي، وليه بالتحديد الانترنت مش شغال عندنا غير محدود زي باقي دول العالم اللي بيبقى فيها الانترنت غير محدود، وبيبقى كمان باسعار قليله جدا جدا. يعني المفروض اصلا ان احنا 120 مليون بني ادم، اكتر من نص الشعب المصري او اكتر من نص مواطنين مصر بيستخدموا الانترنت بشكل يومي. فليه ما نوفرش الخدمه دي وتكون مناسبه للناس وبسعر كويس؟ وليه نظام الاستخدام العادل او سياسه الاستخدام العادل هي مش عادله اصلا؟ فهتكلم معاك بس شويه كده لمده 5 دقايق ولا حاجه، هقول رايي في الموضوع وهقول لكم ليه بالتحديد الشركات مش عايزه تعمل انترنت غير محدود. هنعرف كل حاجه ان شاء الله في فيديو النهارده، ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو ده وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس. يلا بينا على طول نبدا الفيديو. طبعا الفيديو ده بسيط جدا جدا، هينزل على القناه الجديده. لو انت من القناه الاساسيه فاهلا بيك في القناه الجديده. طيب ليه مصر فيها انترنت محدود؟ طبعا الموضوع بدأ من زمان جدا جدا، وطبعا السبب الوحيد اللي احنا عارفينه وكل الناس عارفاه وشركات الانترنت عارفاه، الحد من استخدام الانترنت او الانترنت المحدود حصل بسبب حاجة واحدة. سيبك من الناس اللي قالت لك اسباب وحاجات كتير جدا جدا، فكك منها كلها. هو سبب واحد، ان الانترنت لو كان غير محدود في ناس كانت بتعمل وصلات. يعني انا مثلا كالسيد ماهر بجيب انترنت عندي وبوصل للشارع كله، فانا كده باخد او بكسب من الموضوع، وبشترك مثلا في باقه كبيره وبوزعها للناس وباخد قيمه الباقه دي مرتين، فانا خدت الموضوع بيزنس. وده السبب الوحيد اللي خلوه محدود. يعني والله يا جدعان مهما الناس تقول لك، هو ده السبب الوحيد اللي خلى الشركات تعمل الانترنت محدود، يتحدد لك عدد جيجات معين. طبعا الموضوع اكبر من كده بكتير، وانا اتفه من ان انا اتكلم في الموضوع يا جدعان. الموضوع محتاج دراسة، والموضوع محتاج كلام كتير جدا جدا، ولكن انا بقول لك الخلاصة اللي محدش هيقول لك عليها علشان بس نكون واضحين. وطبعا يعني مبدئيا كده انا معاكم يا جدعان في الحملة والله، وبدعم الانترنت الغير محدود، لان انا كيوتيوبر والمحتوى بتاعي بالذات اللي هو السي بي اي، طبعا هو مش على القناه دي، على القناه الثانيه، هتلاقي ان انا بنزل تطبيقات كتير جدا جدا وبنزل عروض كتير جدا جدا، والحاجات دي بتاخد عدد جيجات يعني رهيبه، يعني اكتر من الناس الجيمنج اللي بتنزل العاب. بالعكس هو بينزل اللعبه مثلا 20 جيجا 30 جيجا مره واحده بس، لكن انا بنزل العاب وعروض كل يوم حرفيا عشان نجرب ونشرح وننزل تطبيقات والكلام ده. فانا طبعا عندي الانترنت الارضي او الخطوط الارضيه في المنطقه بتاعتي، واللي هي محافظه الشرقيه مركز ميليا القمح. طبعا البلد اللي انا فيها جاي لي من مركز بلبيس، الخطوط اللي ماشيه في الارض تبع مركز بلبيس. فالصراحه الخطوط عندنا وفي مناطق كتير جدا جدا في مصر عندهم السلوك الارضيه او الخطوط اللي ماشيه في الارض رديئه جدا جدا، واللي هي النحاس، وكلنا عارفين الكلام ده. يعني احنا لسه ما وصلناش فايبر لغايه دلوقتي. فالانترنت عندي الارضي اختيار يعني رميه في الزباله.
طبعا انا جايب انترنت هوم 4 جي من اورنج، بدفع يا جدعان الباقه ال 140 جيجا بدفع لها حوالي 600 جنيه او 650 جنيه يعني في الحدود دي، وبشحنها مرتين في الشهر. يعني انا استخدامي كالسيد بس 280 جيجا ب 1300 جنيه، يعني انا بدفع كل شهر 1300 جنيه، وده رقم كبير جدا جدا بالنسبه للشغل بتاعي وبالنسبه للارباح اللي بتجيلي. اصلا نصها بيروح لباقه الانترنت. فانا اول واحد فيكم متأزم من موضوع الانترنت المحدود، واتمنى ان يكون في غير محدود. على الاقل يا عم انا مش هستخدم 500 جيجا، يعني انا لو فتحت لي الانترنت غير محدود انا مش هستخدم 500 جيجا اصلا، فليه انت تخليني ادفع فلوس اكتر بكتير من القيمه اللي انا باخدها او الجيجات اللي انا باخدها. طيب ده موضوع بس عشان الناس، انا عارف ان هم واخدين الموضوع بشكل شخصي وينزلوا يشتموا في التعليقات ويقولوا يا عم انت تبع الشركه ومش عارف. لا والله يا جدعان انا اول واحد اول واحد فيكم بيقول ان الشركات دي نصابه. وطبعا هي مش الشركات يا جدعان، هي المصريه للاتصالات هي اللي ماسكه الدنيا، والبنيه التحتيه كلها اللي في مصر تبع الشركه دي او هي اللي مسؤوله عن البنيه التحتيه. يعني احنا مش هنكلم فودافون ولا هنكلم اتصالات ولا هنكلم اورنج، لان الثلاث شركات دول ما لهمش خطوط ارضيه وما لهمش بنيه تحتيه، المسؤول كله المصريه للاتصالات، وده اللي مخلي البنيه التحتيه ما تتطورش. لان لو كان في منافسه حقيقيه هتلاقي ان الشركات بتتنافس ان هي تعمل بنيه تحتيه متطوره، وكنت هتلاقي شغل جامد جدا غير اللي موجود دلوقتي. طيب ليه الشركات مش راضيه تفتح لك الانترنت ويبقى غير محدود؟ لان طبعا زي ما قلت لك في ناس بتشغل دماغها، واحنا شعب ما شاء الله 100 100. هتلاقي ان في واحد موصل بس في الشارع وموصل ل50 واحد وبياخد منهم فلوس وواخد الموضوع سبوبه، فهو ده السبب الوحيد. تاني سبب بقى ان ممكن يكون مرجح واللي الشركات بتعمله حجه او المصريه للاتصالات بتعمله حجه او الجهاز القومي للاتصالات بيعملوا حجه، واللي هو البنيه التحتيه. خلينا صراحه يا جدعان، انت اتفرجت اكيد على 50 فيديو لناس بيتكلموا ان البنيه التحتيه شغاله وتمام من ساعه السنترال بتاع رمسيس. طبعا الله يرحم الناس اللي توفت في الحريق ده ويصبر اهلهم. طبعا في ناس كتير جدا جدا قالت ان الانترنت اتفتح وبقى غير محدود وفي سرعات رهيبه، وكلنا شفنا كده وفي كذا حد اتكلم على الموضوع ده، وده طبعا طبيعي جدا جدا. يعني انت بالعقل كده نص القاهرة حرفيا ما عادش عندهم نت او فصل عندهم نت، ونص التاني كان اصلا الباقة عندهم خلصانة، فطبيعي مليون في المية ان الضغط بتاع البنية التحتية خف. فاكيد مليون في المية الناس اللي كان متوفر عندهم نت هيشتغل بكفاءة كبيرة جدا جدا، لان انت عندك نص المستخدمين اصلا فصلوا نت، فطبيعي مليون في المية الضغط قل، فطبيعي مليون في المية السرعة عندك تبقى عالية وتشتغل من غير محدود. لان الحاجات اللي اتحرقت في الحريق واللي هي الاجهزة اللي كانت مسؤولة عن تحديد السرعة والاجهزة اللي كانت مسؤولة عن تحديد الكمية او الجيجات بتاعتك، فالاتنين ولعوا، فما فيش حاجة اصلا تحدد لك، فالموضوع اتفتح ليك. وطبعا ده اللي بيحصل في اي جهاز الكتروني او نظام، كل ما يكون الضغط عليه كتير انت ما بتاخدش منه الكفاءة العالية، ولكن انت عندك حصل حريق فبالتالي في اجهزة اتدمرت وكده، فاكيد مليون في المية السرعات هتبقى عند ناس تبقى عالية وكتير جدا جدا. طيب السؤال هنا بقى، هل البنية التحتية تستحمل انترنت غير محدود لمصر كلها؟ والاجابة بكل صراحة وبقولها لك والله ما حدش هيقول لك الكلام ده، لان انت لو درست الموضوع بجد وسمعت فيديوهات الناس كلها اللي بتتكلم عن الانترنت غير محدود هتلاقي ان البنية التحتية بتاعتنا ما تستحملش انترنت غير محدود. طب ليه يا عم السيد انت بتقول كده وانت قابض وانت مش عارف ايه والكلام ده كله؟ والله يا جدعان انا بقول لكم بكل صراحة البنية التحتية عندنا ما تستحملش انترنت غير محدود للمستخدمين كلهم. ممكن تستحمل لجزء مثلا يوصل ل 40% او 50% من المستخدمين، ولكن والله صدقوني ما حدش هيقول لكم الكلام ده. البنية التحتية بتاعتنا ما تستحملش يا جدعان انترنت غير محدود. وطبعا ما تجيش تقنعني ان الشركات هتستغنى عن الارباح اللي بياخدوها كتير جدا جدا يا جدعان، بتوصل للمليارات، ان هم يستغنوا عن الارباح دي كلها علشان حضرتك تستخدم انترنت غير محدود. مش هيعملوا كده، مستحيل يعملوا كده، حتى لو الدنيا اتشقلبت هاشتاجات وفيديوهات وكله اتكلم على الموضوع مش هتقدر برضو ان هي تستغنى عن الارباح دي كلها علشان تعمل لك انترنت غير محدود. طيب المفروض نعمل ايه علشان يسمعوا كلامنا او على الاقل يظبطوا لنا الباقات شويه؟
بص يا جدعان، الشركات دي اهم حاجه عندها الارباح، ما تهمهمش انت باي حاجه. يعني انت حرفيا الانترنت شغال عندك او فاصل عندك او معلق عندك، هم مش في دماغهم اهم حاجه انت دفعت الاشتراك ولا لا. ادام انت دفعت الاشتراك فخلاص هم ما يهمهمش اي حاجه، واللي بيهمهم في المرتبه الاولى الارباح الارباح الارباح. انت اخر حاجه تهمهم يا صاحبي. طيب نعمل ايه احنا بقى كمستخدمين وعايزين انترنت غير محدود وعاملين هاشتاجات ومظبطين الدنيا، وانا معاكم في الموضوع ده والله يا جدعان. الحاجه الوحيده اللي تخلي الشركات تسمع كلامكم وتعمل انترنت غير محدود، او على الاقل تعلي الباقه شويه بنفس السعر، واللي هي الارباح بتاعتهم. لازم ان انتوا تأثروا على الارباح بتاعتهم او تقاطعوا الشركه بقدر الامكان علشان تنفذ الطلبات بتاعتكم. ايوه زي ما انت سمعت كده بالبلد، انا بكلمك بالبلد اهوت، ما بقولكش مصالح وما بقولكش اي حاجه. انت هتضربهم في حته الارباح هيسمعوا كلامك وهيعملوا لك اللي انت عايزه، ولكن الهاشتاجات والفيديوهات والكلام ده كله مأثر في بعض الارباح في البورصه والكلام ده، لان انت بتأثر على سمعه الشركه والكلام ده. فالمفروض ان هو يأثر بجزء صغير، ولكن اللي هيأثر عليهم فعلا وهيخلوهم يسمعوا كلامنا ويعملوا اللي احنا عايزينه وهي الارباح. وده مستحيل حد مثلا ما يشتركش في الباقه او ما يجددش الاشتراك، لان شفت كذا حد بيقول نلغي الباقه. يا جدعان ما حدش يجدد الباقه، لان انت ما تقدرش تستغنى عن الانترنت دلوقتي. انت حياتك حرفيا بقت على الانترنت، وكل حاجه انت حرفيا بتعملها على الانترنت. في طبعا حلول كتير جدا جدا تأثر عليهم وتخليهم يسمعوا كلامنا، ولكن موضوع تجديد الباقه ده احنا مستحيل. انا حرفيا ما اقدرش اقعد يومين 3 من غير الانترنت. طيب هل في حل؟ ايوه في حل والله. طيب المايك فصل بس معايا فهعيد الكلام تاني. زي ما قلت لكم انا مش هقول لحد يعمل ايه علشان ما يبقاش ليا توجه، ولكن انا معاكم في الهاشتاج وبدعم الموضوع ده، لان زي ما قلت لكم انا بدفع 1300 جنيه حرفيا كل شهر للانترنت. فانا اول واحد فيكم عايز انترنت غير محدود، ولكن خلينا بالعقل بنتكلم بمنطق علشان نبقى عارفين احنا لينا ايه وعلينا ايه. فزي ما قلت لك الشركه مش هتستجاب ليكم غير لما تأثروا على الارباح بتاعتها وتلووا دراعهم حرفيا علشان يقدروا ان هم يعملوا لك الحاجه اللي انت عايزها. لان هم هيقول لك مثلا ماشي يا عم نعمل لكم انترنت ومش عارف ايه، وحتى خدمه العملاء بتقول لك ماشي هنوصل صوتك للاداره وبيديك رقم للشكوى، والشكوى دي ولا بتوصل ولا بتعمل، واحنا كلنا عارفين. وبالعكس احنا برضو بنتمادى في الغلط وبنعمل كده، لان الموضوع مش هيجيب معاهم زي المره اللي فاتت وزي اللي قبلها وزي اللي قبلها. طيب بالنسبه بس لموضوع البنيه التحتيه، عشان ما حدش يجي يقول لي لا البنيه التحتيه تستحمل ومش عارف ايه وانت بتقول اي كلام وانت واخد فلوس من الشركه. والله يا جدعان ما ادوني حاجه، انا بقول لك حرفيا انا بدفع 1300 جنيه للشركه كل شهر علشان اخد 280 جيجا وبيخلصوا اصلا ما بيكملوش معايا الشهر. فانا حرفيا مش مستفاد اي حاجه، بالعكس. بالنسبه بس لموضوع البنيه التحتيه، في ناس هتيجي تقول لي يا عم البنيه التحتيه تستحمل والكلام ده. والله يا صاحبي انا عايز اقول اللي هو المكان اللي اسمه السنترال اللي بيبقى موجود فيه السلوك والبنيه التحتيه بتاعه المنطقه مثلا بتاعتنا دي، اقسم بالله يا جدعان السلوك من كتر الصدى ومن كتر الاهمال انا بخش بلاقي فضلات الحمام على السلوك حرفيا. مش عايز بس ضر صاحب المكان او المسؤول على المكان، لان ممكن يزعلوه او يرفدوه من الشغل، ولكن حرفيا انا دخلت السنترال ده حرفيا السلوك ما تستحملش حاجه يا جدعان. وانا عن نفسي كنت موصل انترنت ارضي السرعه ما كانتش بتعدي 5 ميجا. ايوه زي ما انت سمعت كده. طبعا بالنسبه لشغلي 5 ميجا ده ميت جدا جدا، والابلود ما كانش بيكمل 1 ميجا، فحرفيا مش هينفعني في الشغل. ده مش انترنت يا جدعان، دي سحلفه ماشيه واحنا في 2025، فحرفيا دي مش سرعه. فعشان كده جبت هوم 4 جي من اورنج. فالموضوع بيعتمد على البنيه التحتيه، والبنيه التحتيه كل ما بتتطور بتبقى فرصه ان احنا يبقى عندنا انترنت غير محدود بتكبر. وده اللي عند الدول الثانيه، هتلاقي البنيه التحتيه عندهم متطوره جدا جدا وكلها فايبر، فعلشان كده الانترنت عندهم غير محدود. فحرفيا يا جدعان احنا عندنا كميه خطوط ارضيه وكميه بنيه تحتيه معدومه حرفيا ما تشتغلش اصلا، هي بره الصلاحيه اقسم بالله، بس مشغلينها وبيستعملوها ليومنا هذا وهي غير صالحه اصلا للاستخدام. طبعا انا بتكلم على المنطقه اللي عندي، ممكن عندك تكون فايبر وكله تمام وشغاله فل، احب اقول لك ماشي انت تمام، ولكن معظم او 40% من المناطق في مصر اقسم بالله يا جدعان ما وصل لها فايبر، والبنيه التحتيه بتاعتها ما تستحملش اي حاجه.
فلو انا مثلا بقول حاجه غلط او مثلا عندي معلومه غلط، يا ريت ان انت توضحها لي بكل احترام وادب في التعليقات. وزي ما قلت لكم انا معاكم اقسم بالله. بصوا يا جدعان، سرقه والله، الشركات دي حراميه، وانا بقول لكم اهوت وبعرض نفسي للخطر. والله يا جدعان الشركات دي حراميه، واللي بيحصل فينا ده مش طبيعي وده مش حقنا. ولكن بس حبيت اوضح لكم شويه نقاط ان احنا بنتكلم ليه مش عندنا انترنت غير محدود وكده. في اسباب كتير جدا جدا تمنع مصر وتمنع البنية التحتية ان هي توفر عندنا انترنت غير محدود. وطبعا زي ما قلت لك الشركات مستحيل 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 تتخلى عن السبوبة اللي بيعملوها من خلال الانترنت المحدود والكميات اللي بيبيعوها ليك زي الطماطم يا معلم. فبس ده كان الفيديو بتاعنا، وزي ما قلت لك في الاول ده رايي الشخصي على قناتي، مش بضر حد ولا اي حاجه، انا بقول رايي الشخصي في الموضوع. عجبك رايي مفيش اي مشكله، ما عجبكش رايي قول لي انا غلطان في ايه في التعليقات بكل احترام وبكل ادب. وبس زي ما قلت لكم انا معاكم والله يا جدعان، وبدعم الحمله وبدعم الموضوع. وشكرا على المشاهده يا باشا، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك معنا في القناه، تفعل زر الجرس، وسلام.